السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم خليك واعي مع اتش. حلقة النهاردة زي ما احنا متعودين بتتكلم على قطر العضو الذكري او قطر السحلبوز. احنا اتكلمنا قبل كده حلقة عن الطول والاطوال والقصة دي ومشاكله افضل طول، وهنراجع الكلام ده، واتمنى ان انت تشوف الحلقة اللي فاتت وتكمل الحلقة دي على القطر نفسه. وبعد ما هنخلص الحلقة الخاصة بقطر العضو الذكري هنخش على الرد على اسئلتكم، ودي تملي هتبقى فقرة انتم مدعمينها جدا، وبالتالي ما اقدرش ان انا انزل عن رغبتكم في يكون في حلقة او جزء من الحلقه مخصص للرد على اسئلتكم. طبعا اخواتنا القدام فاهمين البرنامج هو عباره عن برنامج ايه، لكن الجداد انا طبعا بدعوك لان انت تشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار تقدر تتواصل معي على الخاص في اي تطبيق من التطبيقات الخاصه زي الانستجرام، التيك توك او السناب شات. كل ده موجود على كل المنصات، او حتى الواتساب لو انت حابب تسأل سؤال على الخاص. بلس انه اخواتنا الجداد انا حابب اقول لكم البرنامج بتاعنا هو برنامج توعوي بطريقه كوميديه، يعني تملي بقول النصيحه او المعلومه بطريقه كلها فكاهه وكوميديه. نبتدي حلقتنا على بركه الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبتدي اول الحلقه وهو قطر العضو الذكري. ايه افضل قطره؟ هل بيختلف ولا ما بيختلفش؟ ونبتدي ان شاء الله. اول حاجه لازم تبقى عارف، كل الناس اللي بيبقى عندها وهم في حاجات كتيره خاصه بقطر او طول السحلبوز اللي احنا بنقول عليه يعني العضو الذكري. القطر ده او الطول او اي حاجه من الحاجات دي هي واحده من مجموعه عناصر. تاني، هي واحده من مجموعه او من 3 عناصر. ال3 عناصر هم ايه؟ العنصر الاول هو الوقت، واتكلمنا عليه في فيديوهات سابقه، وان شاء الله برضو المره الجايه هنتكلم لكم عليه اكتر من كده. والعنصر الثاني هو التكنيك او الطريقه، تمام. والعنصر الثالث هو طبعا الطول. فهم 3 حاجات مهمين جدا. في حاجه رابعه طبعا الصلابه. يبقى عندك صلابه، حجم اللي هو القطر، طول، وقت، وتكنيك. التكنيك ده قصته ده خاصة بالممارسة، وان انت تبقى عندك ممارسة للعلاقة مع الزوجة، وان انت توصل لفترات ان شاء الله يعني كل ما تتجوز كل ما انت وقت الزواج بيطول، يعني اقصد كل ما انت بتتعامل في العلاقة وكل مرة بيبقى انت افضل. وده الكلام اللي انا بنصح بيه اخواتنا اللي بيبقى عندهم شك في ان هو عنده سرعة في القصف. فاحنا عندنا الوقت، الحجم، الطول، والصلابة، واخر حاجه التكنيك. فهنتكلم النهارده على القطر بطريقه في دقيقتين او 3 دقايق كده تبقى انت فاهم يعني ايه مشكله القطر او ايه الوضع بتاعه، ولو انت عندك اقل من كده ايه برضو المشاكل اللي انت هتواجهها. وعشان ما احرقش معاك كتير او ان انت تقول هو القطر ده ايه مش عارفه ايه، لازم يا جماعه تبقى فاهم انه القطر بيختلف باختلاف طول العضو. ده موضوع جامد جدا. ليه بقى؟ ما تجيبليش يعني العضو هو مرتخي ليه قطر والعضو هو منتصب ليه قطر. لكن انا لما قلت لكم انتوا فاكرين فكره الطول الايديال، وقلنا الطول اللي على الورق، الطول اللي على الورق اللي هو طول ما انت فوق ال 8 سم او 8 سم وانت طالع امورك طيبه. انا بتكلم على الطول بس. الحجم هو 8 سم برضو بيكون اقل من الحجم اللي بيكون لواحد انتصابه 11 و12 و13 سم. خلينا نتكلم فيه بقى اللي هو اقل الطبيعي. اقل الطبيعي، الطبيعي احنا قلنا على الورق 8، لكن اللي مظبوط يعني بنقول من 10 11 سم 12 سم انتصاب، بتلاقي قطر العضو منتصبا 10 و11 و12 سم كام؟ ايوه سامعك انا. 3 و8. ما تجيبليش حبل وتقعد تقيس. 3 و8 ل 4.2، يبقى 3.8 سم ل 4.2 هو ده القطر المناسب. يكتر اكتر من كده طبعا كلما زاد الطول وايه القطر. في ناس بيبقى عندها مشكله ان طول يعني والرفع والكلام ده كله. طبعا الحجم عليه عامل مهم، ما يكونش اقل قطرا من زي ما انا لسه قايل من 3.8، ما يكونش اقل من 3.8. دي مهمه جدا. هيقول لي واحد 3.7 اقول لك عادي، 3.6 مفيش مشكله، بس ما يكونش ايه اقل من كده، لان كده بيكون برضو في مشكله. زي ما يكون في طول قلنا اقل من 8 سم في مشكله، فهو برضو القطر لو اقل من 3.5 برضو ممكن يكون في مشكله. لكن كل ما زاد الحجم طبعا ده ميزه. الفكره اللي نازله في الافلام الاباحيه واللي مخلياك عندك مشكله في التعامل مع الزوجه هي ان انت الافلام الاباحيه، برجع تاني وبقول لك بوظت لك دماغك. ليه؟ لان انت الفيلم الاباحي مخلي عندك مشكله بسيطه جدا، ان انت فاكر انه الزوجه هي عباره عن اداه لعمل العلاقه، وده شيء خاطئ.
لو انت دخلت الزواج وانت فاكر ان الزوجه اداه لعمل علاقه، علاقتك فاشله، وانت هيبقى عندك سرعه قذف طبيعي لان انت داخل العلاقه غلط، فهمك غلط، تخيلاتك هي اللي هتسوقك، وبالتالي هتعاني من موضوع سرعه القذف اللي اتكلمنا عليه في حلقات سابقه، وان شاء الله برضه اعمل لكم عليه حلقه تانية. المهم عرفنا القطر كده، وان القطر هو واحد من عوامل موجودة لازم تكون متوفرة في السحلبوز عشان يكون العلاقة بتاعتك مظبوطة. الأقل طبيعي من 10 سنتي، وإنه يكون مش أقل من 3.8 القطر بتاع السحلبوز. خش على فقرة الأسئلة سريعا. وعندنا طبعا الأسئلة هي أنا بسيب لكم سؤال على الستوري في الانستجرام، وأنت بتسيب لي الأسئلة بتاعتك وأنا بجمعها، وبتبقى ليها فقرة ونستعد على الأسئلة. وما تنساناش باللايك والشير والمتابعة. طبعا احنا كان عندنا سؤالين عن قطر العضو، وبالتالي طبعا الحلقة دي بقت نصها ليك، فمفيش إجابة طبعا على السؤال ده. لكن عندنا أول سؤال اللي هو إيه هي المكملات اللي ممكن ناخدها لتقوية الحيوانات المنوية؟ وهل لو واحد بينزل جيم، ده السؤال كده، لو هو بينزل جيم يعني اللي قايل السؤال ده وبياخد الكرياتين هيبقى عنده مشكلة ولا لا؟ يبقى سؤالين في سؤال. سؤال الإجابة الأولانية هي طبعا في مكملات للحيوانات المنوية، بس خلي بالك المكملات بس للحيوانات المنوية الطبيعية، يعني المكملات الطبيعية للحيوانات المنوية بس لوحدها مش كفايه، لازم يكون في مكملات للكورتين بتوع حضرتك اللي هم زي ما انت شايفهم اهو. ادي واحده منهم اهي، والتانيه طبعا اختها موجوده في تحت وراقدين جنب بعض. المهم في كل اللي انا بقوله لك ده انه لازم تاخد المكملات دي ودي. طيب ايه هي مكملات الحيوانات المنويه اللي بتظبطها او بيبقى فيه فيتامين الكارانتين وفيتامين اي، وكمان عندك والكو انزيم كيوتين، كي انزيم او الكو انزيم كيو 10. ده الحاجات الخاصه بالحيوانات المنويه. اما بالنسبه للخصيتين على طول تاخد كده فيتامين اي معاك في السكه. ليه؟ لانه بيمنع الاكسده وبيحافظ على صحه الخصيتين اطول فتره ممكنه، وكمان برضو بينفع صحه المثانه. وكمان في مكملات من بعض الشركات اللي بتعمل الهربز والكلام ده كله بتكون فيها مكملات زي اعشاب معينه، والاعشاب دي بتفيد جدا برضو الصحه الخاصه بالخصيتين والبروستات. وكمان معاك برضو للصحه الخاصه بالخصيتين على طول زي ما احنا قلنا الزنك، لانه الزنك بيرفع هرمون التستوستيرون، وكمان اللي بيقوي الحيوانات المنويه او انتاج الحيوانات، بيعزز من انتاج الحيوانات المنويه. وكمان عندك فيتامين زي فيتامين دي، وده بيفيد برضو في سرعه وصحه الحيوانات المنويه اللي بتنتجها الخصيتين. اوكي، فده بالنسبه لاخونا. طب الكرياتين بيأثر على صحتك انت او كليتك انت لو ما شربتش الميه بطريقه كويسه. بالطبيعي ان انت لو بتشرب 3 لتر ميه تشرب اكتر من كده لو انت بتاخد الكرياتين. ليه؟ لان الكرياتين هو مركز جدا طبعا. 5 جرام اللي انت بتاخدهم بيأثروا في الكليه، لان الكليه هي عباره عن فلتر الدم الخاص بجسمك. فبالتالي لو انت مش مهتم بموضوع الميه فابشرك بان كليتك هتشيع، ودي اهم بكتير طبعا لان ده هتؤدي في النهايه لقصه تانية، وصحتك نفسها هتقع، وبالتالي اللي ما عندوش صحه مش هيبقى عنده صحه يعمل العلاقه. السؤال التاني من اخونا بيقول انه بايع على فرحه 20 يوم وهو كان مدمن للعاده السريه. طبعا مش كفايه ان انت لو وقفت العاده السريه، طبعا انت لازم توقفها كده ولازم تبطل فرجه على الافلام الاباحيه الفتره دي. لكن انا برضو في نقطه تانية كويسه زي ما قلت لك، ان انت لما تتجوز لسه انت اول سنه جواز مفيش مشكله في حته السرعه، لان انت ما عندكش سرعه. انت عقبال ما تتعود على العلاقه وعمل النسكافيه مع الزوجه واول مره وتاني مره، انت مهم يبقى عندك ثقه في نفسك ان انت مش مصاب بحاجه. ما تاخدش مواد كيميائيه عشان تقوي انتصابك او تخليك تاخر، لان الحاجات دي في النهايه انت هتبقى عبد ليها، وفي النهايه ان انت هتدمنها، وفي الاخر بعد ما تدمنها جسمك هيتعود عليها، وبعد ما جسمك يتعود عليها ايه؟ هترجع ريما لعادتها القديمه. انت هترجع لمستواك اللي انت بادئه، لان انت ما كنتش بتطور حاجه عندك. انت كل اللي بتعمله كنت معتمد على القوه الخاصه بالماده الكيميائيه اللي انت كنت بتاخدها وعامله لك الانتصاب القوي، او كنت بتعتمد على الماده اللي بتاخرك، فبالتالي كنت بتاخر. فلكن لو انت اعتمدت على نفسك بالطبيعه، وان انت ومشيت على البرنامج اللي احنا فيه يعني فيديوهات ليه بتمشي عليه لمده 3 شهور، انت ان شاء الله امورك هتكون في الممتاز جدا، حتى وان كنت فاضل لك 20 يوم. فبعد الجواز بتمشي على برنامج 3 شهور. البرنامج ده بيخليك
ان شاء الله تطول في الوقت. السؤال الاخير بالنسبه لاخونا بيقول انه مدمن للعاده السريه وبيعملها كل 10 ايام. يبقى هو مدمن للعاده السريه وبيعملها كل 10 ايام. كل 10 ايام دي مش معضله، دي ما تعتبرش ادمان للعاده السريه. ده بالنسبه للي بيقول انا مدمن فبعملها كل 10 ايام. لا، المدمن بيعملها كل يوم مش اقل من مره مرتين، هو ده مدمن للعاده السريه. وبيقول انه عنده سرعه قذف. طبعا انا بانكر عليك الكلام ده كله، لان انت قايس سرعه القذف على العاده السريه، وسرعه القذف ملهاش علاقه غير لما تبقى متجوز. الزوجه هي اللي بتحس بالسرعه. انت ممكن تبقى بتعمل العلاقه في 5 دقائق وهي تقول لك انت بالنسبه لي عندك مشكله في السرعه. افهم الكلام ده. فالسرعه ملهاش علاقه خالص باللي انت بتعمله. طيب هتيجي تقول لي طب انا فعلا طب ما انت كده خوفتني اكتر، وانا لو اتجوزت زوجه وقالت لي ان انا بعد 5 دقائق ممكن يكون عندي سرعه في الاداء لو انا وصلت حتى ل5 دقائق، اقول لك عادي. انت زي ما قلت لك لسه برنامج بتمشي عليه 3 شهور، اللي هي ايه؟ الاستمرار والثقه في النفس والكلام ده كله والجري والى اخر ذلك. البرنامج كامل لو انت حابه تقدر تتواصل معايا، هيخلي ال5 يبقوا 6 ويبقوا 7 ويبقوا 8. واصله؟ فمفيش مشكله، ما تخافش. انت كده كده هتعدي الكلام ده كله. انت شايف عندك رقم معين لان انت قايسه بعاده سريه كنت بتعملها في فتره مراهقه، او حتى لو انت بقيت شاب. فخلي بالكم يا جماعه، موضوع ان انت حاطط في دماغك السرعه هو ده هدفهم دلوقتي. انت لو شفت في الافلام الاباحيه هتلاقي اعلانات المواد الكيميائيه موجوده فوق، اللي انا بقول لكم عليه هتلاقي اعلاناتها موجوده فوق. ليه؟ لان هم دول اكتر ناس بتدعم القنوات دي، لان هو عايزين يخلوك مش واثق في نفسك. في نهايه الحلقه بحب اشكركم شكرا جزيلا وبقول لكم وحشتوني جدا. ما تنساش اللايك والشير والمتابعه. وطبعا اللي بيكمل معانا الفيديو لاخر لحظه انت حبيبي واخويا وعارفك تملي بتابعني في كل الصفحات. اللايك بتاعك ما بتنساهوش. وكمان اتمنى ان انا اشوفكم تملي باحسن صحه وحال. برجع تاني اقول لك ان كل اللي انا قلته، لو انت مصاب باي مرض او اي حاجه طبعا ارجع لطبيبك. اي شيء ارجع لطبيبك الخاص. اي حاجه من اللي انا قلتها برضو ارجع فيها لطبيبك الخاص، لان هو الاقدر على حل مشاكلك. انا اللي بقوله هي مجموعه من المكملات الطبيعيه توعويه كده في الاكل، في الصحه، في الجري، في تمام. انت بتغفل عنها، ودي بتكون من الاسباب الرئيسيه في مشاكلك. مش مشاكلك ان انت كنت بتروح لدكتور او ما كنتش بتروح. المشكله ان انت نفسك ما كنتش مهتم بنفسك، بتعمل عادات وحاجات غلط هي اللي بتؤدي عندك المشاكل النفسيه اللي بتكون فيها بتوصل لمرحله انعدام ثقه في الجواز. وكمان ممكن تعزف عن عمل العلاقه مع الزوجه، لان انت خلاص حاسس ان انا كل ما بعمل علاقه بيحصل عندي سرعه، فبالتالي انا بيبقى شكلي وحش فبتعزف عنها، ومشكلتك بتسوء وبتبقى اكبر واكبر مع الايام، وتصل في بعض او اغلب الاحيان للطلاق. ربنا يستر عليكم. اشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في الحلقه القادمه.